لو بتتفرج دلوقتي فأنا متأكد إن أنت طول حياتك بتدور على الحاجة اللي تخليك مميز، أو حاجة كده تحسسك إنك موجود على الحياة. يمكن عربية ضخمة، لبس غريب، لكن تخيل بقى لو وجودك في الكون كله متوقف على حجم سنتك. مش شخصيتك، مش شكلك، سنتك. والإنسان هنا أنت عارف آخره زرع ضرس أو تقويم، لكن في بعض الكائنات التانية مش استخدام سنانها هو الأكل بس، دي رمز للهيمنة، للقوة، رمز للحياة نفسها. والنهاردة في مش أليف هنشوف مين صاحب أطول أنياب في العالم، اللي أنيابه بس مش بتكسر العظم، دي بتكسر كل قواعد المنطق. أنا أوكر وأعرفك كل حاجة على الأنياب النهاردة. البطاطس البطاطس. طبعا لو جبنا سيرة الأنياب أول حاجة هتيجي في دماغك حيوان الماموس. والماموس هنا خليني هو مش مجرد حيوان جليدي عنده شوية فرو بيضيفوه ناب طويل وخلاص، بالعكس ده ولا أجدع مهندس ديكور. طبعا أنا عارف المهندسين حساسين شوية بالموضوع ده، بس اسمع مني الموضوع كبير. لو جينا نشوف طول نابه، في أنياب بتوصل ل4 متر ونص، يعني أنت بالنسبة له ولا حاجة. وزن الناب الواحد يوصل ل100 كيلو. بس هنا هو مش ماشي بيهم كده وخلاص، هو ماشي عشان يخطط. أنا أقولك بيستخدموه في إيه؟ يحفر تلج ماشي، يتخانق بيه ماشي، يدافع بيه عن نفسه ماشي، ده حتى بيستخدمه عشان يعبر عن حبه. الناب هنا في حياة الماموس هو بالنسبة له زي مفتاح الحياة. بس بقى لو طلعنا من اليابسة ورحنا على المحيط البارد، هناك هنقابل حيوان غريب أوي، ممكن كلكم تعرفوا شكله بس محدش يعرف اسمه الحقيقي. هو اسمه حيوان الفظ. أيوة الفظ، أو زي ما بيقولوا عليه حرش البحر. تحسه كده عامل زي حنش لو شفت الحيوان ممكن تقول عليه كسلان، بس هو واحد من أشرس الزعماء في الطبيعة. نابه بيوصل لمتر كامل، وطبعا زي ما قلنا في الماموس مش بيستخدموه للأكل، بالعكس ده بيستخدموا حاجة كده عشان يتسلق الجليد، يغرز الناب بتاعه ويفضل يطلع ويزق نفسه لفوق. لا وإيه كمان، الأنثى ما تختارش غير اللي نابه أطول، يعني بالطول إيه، واللي نابه أطول بيكون هو الملك. بس تعالى بقى أعرفك الأغرب. الحيوان ده هو حوت وحيد القرن، عنده ناب واحد بس طلع من راسه كده زي السيف، طوله 3 متر. الناب ده مش عادي، هو عنده في الناب ده أكتر من 10 مليون خلية عصبية، بيقيس بيه درجة حرارة المية، الضغط، الملوحة. ده مش ناب، ده سنسور رباني. والعلماء برضه بيقولوا إن هما بيستخدموه في المبارزات كحكم سيطرة يعني. وطبعا زي ما عرفنا قبل كده بقى كتير بيستخدموه في جذب الإناث. كل ده ليه؟ عشان يثبت إن أنا هنا، أنا وجودي مهم، أنا مختلف. كل الأنياب اللي حكينا عليها دي وأكتر كمان كانت زمان وسيلة للبقاء، بس بسببنا إحنا أصبحت وسيلة للانقراض. عندك الماموس اختفت، الفيل الأفريقي كمان عشان كام كيلو عاجي الناس تاخدهم منه فيقتلوه خلاص. فأنا هنا عايزك تدرك إن الحيوانات اللي ليها أنياب اللي ربنا خلقها لها عشان تبقى سبب لبقائها، نفس السبب اللي إحنا استخدمناه العكس وقتلناهم وذبحناهم عشان ناخد سبب بقائها عشان نستخدمه إحنا. فلما تشوف فيل بيغرز نابه في غصن شجرة، فعايزك تفتكر إن الناب ده مش زينة، ده وسيلة لبقاء الحيوان وجزء من منظومة الحياة. التميز مش بيبقى في طول الناب ولا قوته، التميز الحقيقي إنك تحافظ على اللي ربنا يميزك بيه. عايزك تقولي بس إيه أطول ناب شفته في حياتك؟ اكتبلي في الكومنتات، متنساش تعمل لايك، سبسكرايب. سلام.